السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفة سريعة جدا جدا وبسيطة جدا جدا. عايزة اقولك ان انا كنت في الشغل ومحتاسة وما جبتش غدا معايا وما كنتش عارفة اعمل ايه. بعت جبت كيلو كلاوي كان نازل عليه عرض وكان بيتباع ب35 جنيه. طبعا هتستغربي تقولي هي كلاوي ايه دي، بس هو كان عليه عرض. حطيتها كده زي ما انت شفتي بعد ما قطعتها، وبعد كده حطيت لها شوية مية ورحت سايباها على الحلة لازما او على البوتاجاز، يعني لازما تستوي، لازما تشرب شوية المية اللي انا حطيتها. وبعد ما شربت المية رميت فيها مكعبين ماجي، وكنت مجهزة جنبي بقى شوية حاجات اللي انا هستخدمها. حطيت هنا قدامي كده فنجان خل. حطي كده فنجان خل كويس، بجد بجد طريقة الكلاوي دي تحفة. اعملي بقى سندوتشات فينو كده مع الطحينه، يا نهار ابيض، حاجه بجد بجد روعه. انا الكلاوي دي من الحاجات اللي ما بدوقهاش غير من كلاوي الذبيحه، لكن اول مره ادوقها تبقى تحفه كده. شفتي بقى شربت الميه وشربت الخل؟ انزلي بقى ببصلتين كده متقطعين سلايس كده رفيع خالص، وقومي نازله قرنين فلفل كده، ويا سلام لو واحد فيهم مشطشط. وبعدين حطي التوابل. انا التوابل اللي كانت موجوده في مطبخ الشغل عندي هي الملح والفلفل والكمون بس، فقط لا غير. وبالفعل هم دول اللي انا حطيتهم. قلبيهم كويس جدا كده وسيبيهم بقى. هي اوريدي الكلاوي اساسا استوت. سيبيهم كده بقى لما يبقوا يكرملوا مع بعض بقى، ياخدوا ويدوا مع بعض كده قيمة 10 دقايق. بجد تحفة. الولاد شامين الريحة، قلبت كيان الدنيا. ورحت حاطة كمان معلقة الثوم، وادي كمان حبة خل، لان ما ينفعش احط لها مية تاني، هتبقى واو. بجد بجد وصفة لذيذة وسريعة وبجد تحفة، واستفدنا من العرض اللي كان معمول. ما شاء الله. بصي كده كانت جميلة ازاي. حطي بقى معلقة الثوم، هتشمي ريحة تجنن تجنن. اسهل وصفة تقدري تعمليها لولادك في منت، سهلة جدا لذيذة جدا. وحطي بقى بصل وفلفل كده. بصي خدت الولاد بقى على اي ترابيزة كده، وابتديت ان انا اغرف واعمل احلى ساندوتشات. ما شاء الله. بصي جميلة ازاي، بجد بجد وصفة مبهرة. حبيبة قلبي بحبك في الله. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. اسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.